قبل أي سنة جديدة بنقعد نرتب البيت والدولاب والمكتب، بس عمرك لاحظت إن في حاجة جواكي كمان محتاجة تترتب؟ مشاعر متعلقة، ناس موقفهم مش مفهوم، حاجات من السنة اللي فاتت لسه بتوجع، أفكار كتير بتعمل دوشة، حاجات كده عاملة زحمة. مش هنتكلم عن خطة ولا أهداف ولا إنتاجية، الحلقة دي عن تنظيف داخلي عشان الجديد يعرف يدخل، وعشان قلبك يبقى فاضي ومستعد وهادي. تنظيف داخلي يعني مساحة فاضية جواكي تسمحي وتخلي فيه فرصة للحاجة الجديدة إنها تدخل. إحنا ساعات بنكون عايزين نبدأ بداية جديدة، بس جوانا لسه ملفات مفتوحة، لسه عندي كلمة جرحتني، حد كسرني، وعد قطعته لنفسي وما كملتش، حلم كنت فاكرة إني همسكه وما مسكتوش. الملفات دي بتسحب طاقتنا وإحنا مش حاسين. عندك بقى يا ستي 3 ملفات لازم تتقفل قبل بداية السنة الجديدة. أول ملف ده بتاع الناس اللي أثروا عليكي، مش لازم تسامحي حد ومش لازم ترجعي لحد، بس لازم تحطي نقطة يبقى بعدها الموضوع انتهى. يعني تحاولي تحلي المشكلة أو تعالجي المشاعر السلبية اللي جاتلك بسبب موقف معين. هاتي ورقة وقلم وقعدي اكتبي 3 أسماء أشخاص، الشخص اللي وجعك والشخص اللي علمك واللي ساعدك تكملي، ومع كل اسم اكتبي جملة واحدة بس، جملة شكر أو وداع أو اعتراف. الجملة دي مش ليهم، الجملة دي ليكي انتي، لأن هي دي اللي بتقفل الملف. الملف التاني ده بتاع الأحلام اللي محصلتش. في حاجات مش بتحصل ومش لازم إنها تحصل، مش عشان إحنا قليلين، لأ، لأننا اتغيرنا تجاهها. اختاري حلم واحد كنت ماسكاه بإيدك السنين اللي فاتت واكتبي، هو الحلم ده لسه بتاعي ولا اتغيرت؟ لو مش بتاعك سيبيه، لأن الحاجة اللي مش بتاعتك بتستنزفك. الملف التالت ده النسخة اللي كنتيها، النسخة اللي غلطت واللي خبطت واللي نسيت نفسها فترة. ملف محتاج حب مش تأنيب. اكتبي لنفسك رسالة من 4 سطور، قولي فيها حاجة اتعلمتيها وحاجة نضفتيها وتخلصتي منها وحاجة اتغيرتي فيها وحاجة عايزة تسيبيها في السنة القديمة. الرسالة دي بتبني جسر بين انتي دلوقتي وانتي اللي جاية. تعالي بقى للجزء العملي، نعمل جلسة تنظيف من 20 دقيقة. أول خطوة، في 3 دقايق كده اقعدي هادية، طفي النور لو حواليكي نور قوي، شغلي شمعة وتنفسي نفس بطيء. الخطوة التانية، في 5 دقايق اكتبي كتابة فوضوية عشوائية من غير تفكير، خلي دماغك تفضي نفسها بنفسها. بعد كده في 7 دقايق هنعمل فرز للمشاعر. قسمي الصفحة 3 صفوف، اكتبي في أول واحد ايه الحاجة اللي هتكمليها، والتاني الحاجة اللي هتسيبيها، وبعد كده الحاجة اللي محتاجة تتعافي منها. الخطوة الرابعة والأخيرة، هتاخدي قرار. في 5 دقايق هتاخدي قرار واحد بس هتدخليه معاكي السنة الجديدة، قرار مفيد وخفيف بس ثابت. 20 دقيقة دي حقيقي بتغير مودك وبتقلل التوتر بنسبة كبيرة، لأن دماغك هتحس إن مسموح لها تهدى وترتب نفسها. بعد كده، بعد ما عملنا تنظيف، هيبقى فيه فراغ، والفراغ ده لازم يتملي بس بحاجة صح. لما تسيبي مساحة جواكي أكيد في حاجة هتملاها. المهم انت اختاري حاجة واحدة بس تملى الفراغ ده، عادة جديدة أو فكرة أو طاقة جديدة أو علاقة صحية أو وعي أعمق بيكي وبالناس اللي حواليكي. وخدي بالك ان الحياة مش بتمشي دايما على زيادة، مش بتتقدمي وبس، اوقات كتير بيبقى فيه نقصان وشوية خطوات لورا، والمهم اننا نفوق ونرجع تاني. مش كل إنجاز بيحتاج بداية قوية، أوقات كتير البداية القوية بتيجي بعد نهاية هادية وتنظيف وهدوء ومساحة ومشاعر مستقرة ونقطة بتتكتب وخيط جديد بيبدأ. أعمق بداية للسنة بتبدأ من جواكي، مش من جدول ولا من خطة، من قلب هادي عارف هو هيسيب ايه وهيكمل بايه.